يعني كذا نلتقي بأحد أبرز القيادات القائد منير المشعلي قبل أنه كنا قبل يومنا في قناة صوت الجنوب. بداية أنا أحب أخي القائد. أخي القائد شهدت العاصمة عدن حفل تخرج كتاب من قوات الدعم والإسناد التابعة للكتاب الأمني. حدثنا عن طبيعة هذه الكتيبة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. أول شيء أرحب بقناة صوت الجنوب وصحيح صوت المقاومة الجنوبية إلى مكتبنا. الحمد لله كما تعرفون هذه الكتيبة هي من قوات الحزام الأمني، قوات الدعم والإسناد. هذه القوة أول قوة تتدرب على يد كفاءات وطنية، وكمان أخواننا في التحالف العربي من دولة السودان الشقيق، وبدعم ومساندة الإمارات العربية المتحدة. الحمد لله هذه القوات أهل التأهيل كامل، مدرب على كافة الأنواع القتالية، وهي رافد كبير للخروج إلى المهام في إرساء النظام والأمن ومحاربة الإرهاب. أخي القائد، هل هناك كتاب أخرى ستتخرج لاحقا؟ إن شاء الله في القريب العاجل سيشهد قوات الدعم والإسناد تخرج كتائب جديدة بإذن الله، يعني وإلى ميادين العمل للتدريب والتأهيل والرقي في مستوى العمل والانضباط ولتأدية المهام المخولة إليه. يأتي تخرج مثل هذه القوات في إطار الجهد الأماراتي لبناء المؤسسة الأمنية وتطوير جهازها لمكافحة الإرهاب، أليس كذلك؟ نعم. دور أشقنا الإماراتيين بصراحة دور لا يعجز وصفه. يعني الإمارات لا يمكن أن نوفيها حقها بما بذلته معنا في بكافة المجالات، ومنها المجال الأمني، فكان لها الدور الأكبر والأقوى في محاربة الإرهاب وخروج عناصر القاعدة وداعش من عدن ولحج وأبين، وإن شاء الله من كافة المناطق المحررة. هل هناك نحن أمام مرحلة جديدة من الدور المشهود الذي تقوم به قوات الحزام الأمني؟ ضعنا أمام هذه المرحلة. نعم. كما تعرفون كانت الحزام الأمني هو المقاومة الجنوبية، هو جاءت بعد الحرب مباشرة، يعني المقاومة الجنوبية بدون تأهيل. الآن هو للتأهيل، لاكتساب الخبرات والتأهيل والمعرفة والدراية والدراسة بكيفية العمل. نعم في تطور جديد، وهو يعني العمل النوعي والخبرة والدراسة والتكتيك. والحمد لله يعني في نقلة نوعية سيشهدها الحزام الأمني، وهو الحزام الأمني الآن هو 4 ألوية. قوات الدعم تحول إلى 4 ألوية: قوات الدعم والإسناد، اللواء الأول، اللواء الثاني، اللواء الثالث، اللواء الرابع، بقرار رئيس الجمهورية الأخ المشير عبد ربه منصور. هذه الأحداث التي مرت في العاصمة عدن تسجل لكم دورا لا يمكن إلا جاحد في حفظ الأمن والوصول إلى أوكار الخلايا الإرهابية، لكنكم تواجهون تعقيدات تضفر لها أطراف سياسية يروى في الحكومة. هل وضعتم لتلك التعقيدات مع القيادة السياسية العليا حلا؟ نعم. الحمد لله استطعنا أن ننجح بفضل جهود أول شيء بالدافع الوطني التي نحمله، وهو يعني انتمائنا إلى هذا الوطن، إلى هذه العاصمة. والحمد لله يعني كثير من الصعوبات تذللت بوجود أخواننا في التحالف العربي، وكذلك قيادتنا السياسية برئاسة عبد ربه منصور هادي. الحمد لله في أطراف، طبعا الأطراف معروفة، فهي أطراف العدوان التي لا تريد للوطن خير، معروف.
التي لا تريد للوطن ولا تريد لعدن خير، فهذه أصبحت معروفة للجميع. الحمد لله نحن قادرين على استبداد هذا الأمن والاستقرار في وطننا عاصمة عدن. في الوقت الذي يشيد الشارع الجنوبي بل وأطراف دولية مهتمة بمكافحة الإرهاب، فأدوركم في مكافحة الإرهاب، وهناك من يروج بحدوث انتهاكات رافقة عملكم، يعني انتهاكات إنسانية يروج لها البعض. ما تسمي هذا؟ والله طبعا هذا زي ما قلت لكم أحد الأقلام المأجورة أو المحسوبة على أحزاب سياسية لا نذكرها وهي معروفة على الساحة، ولكن الحمد لله العمل الإرهابي طبعا صعب انك تجي الارهابي تدق عليه ولا تتصل فيه تقول له انا جايك ولا تعالي، هو عنده حزام ناسف وعنده يعني هو هذا الكلام لا يدخل. الان في هذه اللحظات وانت تسجل معي المركز الامريكي يعني يقصف يعني في محافظه شبوه الان بدون استئذان، فهمت؟ هذا هو القاعدة، هذا التعامل مع داعش، ما التعامل معها اني اتصل له او اني ادق عليه الباب او اعطيه ورد. هذا لا خطرين على يعني البلاد، خطرين على السلم الاجتماعي العالمي، يعني لا بد من نهاية لهم. تنحصر الانجازات المحققة في العاصمة عدن على ما تحقق في الجانب الامني، اين يكمن عنصر النجاح؟ وهل هو دعم اماراتي بالفعل؟ نعم، الدعم الإماراتي أحد عناصر النجاح، ولكن برضو إحساسنا ودافعنا الداخلي بعدالة يعني بما نحمله من عدالة قضيتنا هي الدافع الأول. أنا في كثير من الجبهات الآن يعني منتصرة صراحة في دعم إماراتي، ويشكروا عليه أخواننا الإماراتيين في جبهة المخاو وهنا في عدن انتصارات متتالية. برضو الدافع الوطني، الحب لأرضنا الجنوب، الحب لشعب الجنوب، مقاومته الباسل الجنوبية هي الدافع الأول. هل يمكنك القول بأن قوات الحزام الأمني قوة حديثة أو بمعنى تسلحت تسليح نوعي يرتقي إلى مستوى المهمة التي تقوم بها؟ الحمد لله نعم. التسليح الأهم من التسليح هو أن احنا متسلحين بأن هذه هي أرضنا ويجب الحفاظ عليها، وسنقدم أرواحنا يعني رخيصة من أجلها. هذا هو السلاح والفكر الذي نحمله. الحمد لله في تسليح يعني يخلينا قادرين على أداء المهام. الشيء في الفترات الأخيرة عن تحويل قوات الحزام الأمني إلى حرس رئاسي، ما صح ذلك؟ وهل تقبلون أنتم بذلك إذا صح؟ نحن عندنا قرار من رئيس الجمهورية قوات الدعم والإسناد زي ما ذكرت آنفا 4 ألوية، وليس صحيح إلى حرس رئاسي. تحمل الحزام الأمني أعباء كثيرة ونجح نجاحا كبير في ملف مكافحة الإرهاب، كيف تفسر ذلك؟ الحمد لله كما قلت آنفا أنه يعني لابد المقاومة الجنوبية ظهرت بدعم ومساندة دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية في تطهير عدن من ميليشيات الانقلابية الحوثي وعفاش. وكمان الحمد لله استطاع الحزام الأمني بتطهير هذه المناطق من داعش والقاعدة، والنجاح كما قلت لك فهو الداخل المعنوي الذي نملكه من رصيد في حب وطننا وأرضنا. أقصد هنا في ملف مكافحة الإرهاب زي ما ذكرت سابقا، هل لديك رقم محدد عدد النجاحات اللي تحققت لكم؟ الحمد لله هل في أرقام محددة؟ الحمد لله في أرقام كثيرة يعني حققناها بكسر شوكة الإرهاب وإدخال يعني كثير من العناصر في السجون بالأدلة وبالتوقيع، منهم أمراء، والحمد لله وتم يعني إنهاء بعض العناصر الخطرة كما حدث لأبو علي في لحج. والحمد لله
يعني في أرقام نستطيع نقول أنه في أكثر من 90% تم استئصاله. الكتيبة التي يقودها أبو قحطان المتواجدة في المطار هل تدفع الحزام الأمني؟ هي اللي يقودها لن تتبع الحزام الأمني، هي من ضمن لواء الحزم يعني اللي يقودها عبد الغني الصبيحي. الإمارات مخولة من قبل التحالف العربي بإدارة الملف الأمني في المحافظات المحررة ومنها العاصمة عدن. كيف تركون على ذلك؟ التحالف العربي أجاب بشرعية الرئيس هادي، وهو الآن مخول في حماية يعني في حماية الأرض، يعني سواء كان في الجبهات على مستوى الجبهات أو على مستوى المناطق المحررة في حفظ أمننا. نسبة تأخذ القائد مع كلمة أخيرة لغنا وغنا صوت الجنوب وصحيح صوت المقاومة الجنوبية. كلمة أخيرة أقول لهم يعني ثق أيها الشعب الجنوبي أن احنا معك وسنسير في هذه السفينة إلى أن تصل في مرساها، وشكرا للجميع. أعزائي المشاهدين إلى هنا ننتهي معكم ختام اللقاء الخاص لدينا هنا مع القائد منير محمود اليافعي الملقب باليمامة، أحد أبرز قيادات المقاومة وقائد الطوارئ السلطة السريع في العاصمة عدن.